عم رمضان اشتغل من ايام ما كانت الصناعه يدويه. الصناعه اتطورت وعم رمضان برضه طور نفسه معاها. اما احدث عامل اللي هو محمد فبقاله تقريبا شهرين بس، لكن باين عليه انه حابب المهنه جدا. عم رمضان ازاي حضرتك؟ انت اقدم عامل هنا يا عم رمضان صح؟ بقالك كام سنه؟ 32 سنه. ما شاء الله، يعني انت بدات من 32 سنه كان المصنع ده موجود؟ يعني هو كان مصنع واحد واتطور بقى مصنعين. طب وكان المكن زي ما هو ولا كنت بتشتغلوا لا، بايديك؟ شغال على المكن القديم اللي هو اليدوي. ايوه، يعني انت حرفاجي بقى، يعني انت نجار بجد. انا مكانجي من الحاجات اللي ما كنتش تشتغل على الحاجات بايديك وكان المكن قليل وكده. طب انت محمد فاكر المرحله دي ولا تسمع عنها حتى؟ لسه جديدة كده واعرف عنها. بقالك قد ايه؟ شهرين. شهرين بس؟ ده انت لسه في البدايه خالص. بدأت أحب النجارة وكده. خشب يعني حاجه كده فيها أيوة روح، انا بحس كده يعني زمان كان كل حاجه بتتعمل بالايد فكان في حرفه. ايوه. النهارده المكن بيساعدنا شويه وكده. طب فاكر يا عم رمضان اول حاجه عملتها في المصنع من 32 سنه كانت ايه؟ اول حاجه اشتغلت عليها كانت مكنه الحليه. ايوه طبعا. هو مفيش دلوقتي خالص حاجه بتتعمل يدوي ولا اوردر مثلا؟ في موجود بس قليل عن الاول. ما بقاش زي الاول. لا. طب محمد انت عجبتك الحكايه وناوي تكمل فيها ولا لسه بتفكر؟ هو أكمل ونفسي أتعلم المكن وكده وأتعلم النجارة، أحب النجارة. ان شاء الله. وانا رايي انك كل ما يبقى عندك وقت تروح لعم رمضان كده وتخليه يعلمك حاجه على اصولها. بروح عشان يعلمني وكده. ايوه ماشي. انا كنت مبسوط جدا انا معاكم، ويا رب دايما كده في انتاج وتعملوا شغل اكتر باذن الله. ان شاء الله. شكرا عم رمضان. شكرا محمد.